ميكي 17 هو الفيلم الجديد لروبرت باتنسون والمخرج اللي اخرج فيلم بارازايت بونج جون هو. الفيلم بيتكلم عن احد الشركات اللي في سعيها لاستكشاف الفضاء بتعين ناس بيسموهم الاكسبندبلز، بيستطيعوا ان هم لا اما بيموتوا يرجعوا تاني، يتم احيائهم عن طريق طابعه للبشر، ويتخلي الاكسبندبل ده انسان يعيش ويموت اكتر من مره. ولذلك بيبقى عندنا ميكي 17 و16 و15 من 1 و اسم 2. من اسم الفيلم يعني. وهنا بنشوف شخصية ميكي اللي حياته بائسة جدا، واللي بتخليه يضطر ان هو يقبل بوظيفة ان هو يبقى واحد اكسبندبل. وبنشوف بقى ايه اللي بيحصل له والنسخ الكتيرة اللي بتحصل من ميكي 17 و18 وهكذا. عودة بعد غياب، معلش بقى طولنا عليكم، بس والله كان عندنا انشغالات وظروف خارجة عن إرادتنا مش كتيرة. انت السبب يعني، انا السبب لا. يا باشا واحد. اه. النهاردة راجع لكم بحلقة تريبل. هنتكلم عن 3 أفلام موجودين كلهم على النت. الفيلم ليه مهم، فيلم منتظر. اول حاجه ان روبرت باتنسون على مدار اخر 4 5 سنين بقى بيعمل افلام محترمه وافلام مهمه، منهم ذا اختيارات باتمان، ستريك رهيب. تينت، ذا لايت هاوس، افلام كلها ان كان الارت هاوس منها او الافلام الكوميرشال. فروبرت باتنسون عاد من بعد توايلايت. وبونج جون هو ده اول فيلم ليه من وقت باراسايت. 6 سنين. 6 سنين. هل ميكي 17 كان يستحق هذا الانتظار؟ لا، ليه لا؟ خصوصا وانا جاي من اخر حاجه عملها المخرج بتاعنا، هي كانت باراسايت. باراسايت نزل في سنه تقيله جدا في الاوسكار، يعني اخر السنين المحترمه في السينما. الفيلم ليه محبط؟ برضو الفيلم حاول يتكلم في سكيل كبير جدا، اللي انا عايز اناقش فلسفه الحياه وفلسفه الانسان واحنا جايين ليه فكبر السكيل بتاعه. حسيت اللي هو عايز يتكلم في 3 4 5 مواضيع في فيلم ساعتين ولا ساعتين وربع. نفس اللي حصل في ميجالوبلس السنه اللي فاتت، فتح على نفسه فروع كتيرة، ما اداش في ولا فرع منهم. فحسيت ان اللي احنا ما عندناش بوصلة واحدة بنتكلم فيها، في تشتت في الفيلم. فالنتيجة اللي انا اتسبت في حالة فوضى، بس مش الفوضى الحلوة، الفوضى اللي هي مم. انا ما طلعتش بحاجة من الفيلم. الفيلم فوضوي، وهو فوضوي بشكل مقصود. هو الراجل أراد كده، وفيلم ساعتين متقسمين 4 أرباع بالظبط، في ربع مم. وربع وربع وربع. الربع الأولاني ممل للغاية، تحس إن أنت بدأت الفيلم قضينا نص ساعة مملة للغاية، وإن مم. أنت تحس بالملل في السينما. أما لو تتفرج عليه في البيت هيبقى عامل إزاي؟ بعد كده خدنا في أفضل فترات الفيلم في رأيي الشخصي، اللي هو الربع التاني في الفيلم ده كان أفضل اه. فترات الفيلم، اللي هو إحنا بنشوف بقى ميكي، وهو إن ميكي اه. 17 معاه برضه ميكي 18، بقى في نسختين اه. منه. فهنا بقى مظبوط. بنشوف النسختين دول هيحصل ايه اما نخترق هذا القانون، ان ما ينفعش يبقى في نسختين في نفس الوقت عايشين. اللي جنني مم. بقى في الفيلم ان هو وطرح اكتر من بلوت نشتغل عليه، ان كان مع الجيرل فريند بتاعته صديقته، او مع مم. مارك رافالو. مم. وقعدنا نتكلم في حاجات كتير، حاجات كتير، فتحنا بيبان، فتحنا اكتر من باب، عشان ما في. اعتقادي ان احنا هنخش في واحد فيهم. اه. فتحنا 5 بيبان، فتحنا باب سادس في الاخر احنا مشينا فيه، وفي الباب السادس اللي احنا مشينا فيه ده كان وحش جدا. هو الفيلم فيه تخبط يعني. رؤية المخرج مش واضحة. يعني انت تحس الافلام دي دايما دايما في دماغ المخرج بتبقى احلى مما بتطلع على الشاشة. انا شايف ان بالافكار الكتير اللي كانت عنده واللي ما عملش منها اي حاجه، ايوه، ده كان يبقى مسلسل. بالظبط. ده كان يبقى يعني مسلسل. عكس يعني ميجالوبلس، هو خبط على افكار بس ما فيش ولا فكرة مستوية. طب خلاص يا باشا، انت كنت مم. تعمله مسلسل. لو انت عندك بقى كل الافكار دي وما لحقتش تعملها، اعمله مسلسل. بالظبط، لازم وانت بقى لو انت طويل. عايز تعمله فيلم، خلاص ما تخبطش على البيبان دي بقى، ما مم. تعشمنيش بحاجات وفي الاخر ما ترجع لهاش. لكن انا مش هقدر اقول الفيلم سيء الصراحه، انا يعني. اه، محبط محبط جدا، اللي هو كان ممكن يطلع احسن من كده بكتير. واللي خلاني اقول اللي هو محبط ان روبرت باتنسون عامل دورين. نخش بقى في جدا حلو، التمثيل، جدا عامل جدا دورين. جدا جدا، حلوين جدا. لا، انا يعني من فتره كبيره انا ما شفتش ممثل اما بيجي يعمل شخصيتين بيغير في طريقه كلام الشخصيتين وبيغير في انفعالات الشخصيتين. يعني انا مش شايف ممثل بيعمل شخصيتين، انا شايف 2 ممثلين بيعملوا شخصيات مختلفه. ده روح وده روح تماما. في اخر الفيلم انت ما بتحسش ان الاتنين مختلفين عن بعض، اه. ودي من صياعه التمثيل. ان الكور بتاعهم واحد. هو الكور بتاعهم واحد، ففي في المواقف الصعبه الكور هو اللي بيغلب. تمثيل ف معقد وتمثيل محترم قوي 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 جدا، قوي. بس مش هياخد حقه. لكن كان افضل مكان. انا اخر حاجه عايز اقولها، مارك روفلو انا ما عجبنيش. انا كنت شايف الشخصيه كاريكاتيريه بزياده وبتضرب على ترامب كده، فميكس شفتها كتير. شفتها كتير كتير يعني. ما بين ما ترامب حسيتش اللي وايلون هو جاب ماسك. زاويه جديده يعني. اه، مسك مم. من ميكس كده بين ترامب وايلون ماسك، وما عجبنيش. كان اوفر ذا توب وما كانش افضل حاجه. توني كوليت ما كانتش وحشه. البنت
الجيرل فريند بتاعته. كان ليها فيلم انصح الناس تشوفه، فيلم للكبار فقط، اسمه بلينك توايس، مم. كان حلو عجبني السنه اللي فاتت. ميكي 17 نفسه للكبار فقط. ميكي 17 طبعا للكبار فقط، أيوة. هتطلع مش مرضي، هو بكل تأكيد بعيد تماما ان هو يكون فيلم سيء، مش فيلم بس سيء. هو فيلم مش مرضي. انت تقييمك ليه كام؟ 6 من 10. زيك 6 من 10. مم. هو فيلم 6 من 10 جدا. والفيلم كان بيتكلم عن مدرس بيتم إرساله لمنطقة نائية جدا في الصحراء عشان يخدم هناك يعني، أو يؤدي مهنة التدريس بتاعته هناك. وبعد كده بنكتشف اللي هو تورط في صراعات أكبر منه بكتير جدا، وما عندوش أي طريق للعودة. والصراعات دي بتجبره اللي هو لازم يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها. وهنشوف إزاي المدرس بتاعنا ده بيبتدي اللي هو يتعامل مع المجتمع الجديد اللي هو موجود فيه. الفيلم موجود دلوقتي على نتفليكس. فيلم كان من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وبيومي فؤاد، ومن إخراج وتأليف شريف عرفة، وهي دي هو ده لب الموضوع كله يعني عن انا مش الفيلم. هقول كلام كتير، هو كلام غير ايجابي. اه، الفيلم مش حلو، دي حقيقة. مش حلو خالص. وانت جبت الخلاصه. الفتره الاخيره شريف عرفة مش افضل حاجه، وهنلاقي إن في شيء مشترك في الافلام اللي مش كويسه لشريف عرفة، ان هي اللي تاليف واخراج. بتدخل في كتابته. تاليف واخراج. وانا كنا شفت لقاء، هنحط فوتج ليه كده، كان عامله مع عباس ابو الحسن، وعباس ابو الحسن ساله، مم. قال له انت الفتره الاخيره ليه تالف وتخرج؟ قال له لو لقيت سيناريو حلو ده اسهل لي واحسن لي، ده كان ما بلاقيش سيناريوهات حلوه. طبعا. فشيء غريب بالنسبه لي ان السيناريو ده مش حلو يعني. مع ان انا في حتة في الفيلم انا حسيت ان انت بتتكلم في حدوتة. الحدوتة دي ممكن يطلع منها بشوية نضج في المعالجة. نضج في المعالجة، الحدوتة دي كانت ممكن تبقى حلوة جدا، وكانت بترمي من تحت لتحت على حاجات، بس انت خدتها في حتة سطحية جدا. يعني الفيلم ممكن اغلفه بطابع الكوميدي، بس برضه هو الفيلم كان بيتحكى في سينا، فاحنا عندنا ابعاد سياسية وابعاد عن الهوية بتاعتنا. فانت الفيلم كان ممكن يتكلم في الحتة دي وبرضه يتحامى في حوار الكوميديا، اللي انا في الاول وفي الاخر فيلم كوميدي. يعني الفيلم ما خباش، هو فيلم فيه ثيم العام كده، وعايز يتكلم عن الحفاظ عن الهويه بطريقه كوميديه. بالظبط. يعني هو وان احنا لازم نهتم بالتعليم في المنطقة دي اه بالذات. التعليم والهويه بطريقه والوطنية. كوميديه الى يعني بطريقه كوميديه الى حد ما. دي الثيم العام، يعني شيء واضح. وكان مشكله اكبر في الفيلم، انا ما عنديش مشكله في المعالجه السطحيه، انا كان عندي مشكله في الفيلم، في الكوميديا. الفيلم مش كوميدي، الفيلم ما بيضحكش. توقيت الكوميديا، ان هو يا. امتى اما اعمل انا حاجه فيبقى ده رد الفعل، ورد الفعل مم. يبقى كوميدي. باسم سمرة مثلا كرد فعل كان اوفر، كانش بيضحك. بيومي فؤاد كان بيلعبوا على حته اللكنه البدويه، كانتش بتضحك. مم. محمد امام اللي هو الحته الكومفورت زون بتاعته، اللي هو يعمل رياكشنات وفي غباء فيعمل رياكشنات. البلاهة. البلاهه مم. دي اللي كان مثلا موجوده في ابو نسب، هنا كانت مش موجوده لا، خالص. وبمناسبة الصراحة ماجد الكدواني كمان كان بيساعده قوي. انت بقى يعني الله ينور برضه دويتو. عليك، في حد مع محمد امام بيشيل مع محمد امام. تعال نبص على افلام نجحت مم. محمد امام. كابتن مصر كان معاه مجموعه من الممثلين الكوميديين شايلين معاه. أ- جحيم في الهند مجموعه كوميديه بتاعت مسرح مصر شايله معاه. ابو نسب ماجد الكدواني بيشيل معاه. هنا بقى محمد امام عليه الدور الكوميدي كله لوحده، والدورين الكوميديين ان دي كان حقيقة. بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم مش شايلين معاه. ده مم. هناك في مصر، وده بعيد قوي في الجزء الكوميدي، احنا سايبينه طول الوقت يا لوحده يا مع الاطفال العيال. جمال الأطفال. يلا بقى مم. محمد امام شيل الكوميديا لوحدك. محمد امام لسه ما يقدرش يعمل ده. يعني هو دايما محمد إمام ميزته بيبقى في رد فعله مش في صناعة الكوميديا، فهو دايما محتاج واحد زي ماجد الكدواني في مثلا في أبو نسب او يفرش له مجموعه المواقف. كوميديانات زي كان أو بيحصل في مجموعة. كابتن مصر او جحيم في الهند، مجموعه من الناس تشيل معاه. وكمان حسيت ان المكان بتاعنا اللي احنا رحناه ما فيهوش حاجات كتيره تصممها. يعني محمد امام مثلا لا، في ليله هنا وسرور كان بيطلع كوميديا من اللوكيشن. يعني مثلا في خناقات في ليله هنا وسرور، في اكشن، الاكشن ده كان بيطلع منه ده اخراج، كوميديا. ده كان اخراج يعني ده الاوتيل ده كله كوميديا، صعب تطلع من اللوكيشن ده حاجه كده. فيلم سيء. بس انا وانا في السينما انا فاكر ان في حته معينه في الفيلم قلت حرام عليك، انت في حته فعلا انت لو كنت مسكت الجانب ده واتكلمت فيه كنت اسمك حتى عديت على قضيه بتناقشها. يعني انت ما بتضحكش اوكي، ما عندكش ترابط قصصي اوكي، ممثلينك كلهم مش في احسن حالاتهم اوكي، بس كان على الاقل هيبقى عندك حاجه قلتها من الفيلم. ابقى الساعه ونص اللي انا قعدتهم دول على الاقل اللي طلعت منهم بحاجه. فلا طبعا كان احباط كان في الامكان افضل من مكان، كبير. في الامكان افضل من مكان. فيلم كان التوقيت الكوميديا فيه كانش احسن حاجه، كانت الكوميديا كلها موجوده على عاتق محمد امام، ما عرفش يشيل الكوميديا دي كلها. معالجته وظلمته. فكر بريمس الفكره نفسها كويسه، لكن
المعالجه ما كانتش افضل مم. شيء، فادت في الاخر ان الفيلم مش كويس، هيتنسى. وتقييمي اتمنى شريف عرفة يشتغل مع محمد الدباح. محمد الدباح اللي هو كتب بالطو وكتب سيكو سيكو سيكو. سيكو. انا تقييمي الفيلم 3 من 10. 3، أنا كنت أديله 4 بس أنا تقييمي كمان 3 من 10. بلاك باج موجود على امازون برايم، وموجود نازل في السينما، لسه موجود عندي في السينما وانا دخلته سينما. هو الفيلم موجود في الجديد السينما. لكل من مايكل فاسبندر وكيت بلانشيت. الفيلم بيتكلم عن اتنين عملاء دولة متزوجين، هم جورج وكاثرين. كاثرين زوجة جورج قد تكون متهمة إلى حد ما إن هي كنت خائنة للدولة، وهنا جورج زوجها اللي هو برضه عميل للدولة بقدام خيارين: هل يخدم البلد ويقضي على مراته، ولا يفضل مع مراته مهما كان اللي حصل. اخراج مخرج عائد بعد سنين الا هو ستيفن سودربرج. ستيفن سودربرج نزل بفيلمين. فيلم ارشح الناس ان هي تتفرج عليه اسمه بريزنس، عجبني جدا، فيلم ساعة ونص. وفيلم اخر ساعة ونص برضه 90 دقيقة، الا وهو فيلم بلاك باك. ستيفن سودربرج اللي الناس ما تعرفوش هو اللي عمل كل افلام اوشن، وعمل فيلم بحبه قوي اسمه ايرين بروكوفيتش. فستيفن سودربرج مخرج محترم يعني. الفيلم في اجواء من المخابرات والثريلر والاكشن. أنا بس عندي اعتراض، هو فين الأكشن؟ فين الإثارة؟ الفيلم انا عجبني فيه اول تلت ساعه، يعني ان انا كنت مبسوط جدا بفكره ان انا ما كنتش متوقع ان فيلم السباي يبقى بادئ بحوار طويل جدا زي ده، مقلق، يخليك قاعد طول الوقت انا مش مستريح وانا قاعد. هي هدوء كمان مايكل فاسبندر طول الفيلم مقلق، اللي هو هو أنت. واخد شخصيه فيلم ذا كيلر وعملها هنا تاني يعني، وبعد كده الفيلم ما بقاش مثير زي اوله واخره. يعني انا اخر ربع ساعه في الفيلم شدتني، اول تلت ساعه اه في الفيلم شدتني، اللي في النص ده كله ما شدنيش. آخر ربع ساعة في الفيلم هي أكيد أحسن حاجة في الفيلم. انا بالنسبه لي اول تلت ساعه في الفيلم احسن حاجه في الفيلم، بعديها اخر ربع ساعه. كان يعني هو اول تلت ساعه برضه هو فكره اللي هو رمى الكروت ورمى حبكته، امم وعملها بشكل حلو الصراحه. ذكي اه وحلو. موفقه جدا، الحوار فيها كان بس حلو. حسيت ان في رتم وفي روح للفيلم في الاخر. يعني الفيلم مشكله ايديت، مشكله رتم. يعني ده فيلم الريتم بتاعه رتم افلام بتاعت دارين ارنوفسكي. يعني هو ده رتم افلام اللي هي الافلام الارتستيك، مش انا اللي عايز اقوله اللي هو رتم فيلم ارتستيك مش رتم فيلم اكشن. مش رتم فيلم يعني فيلم تجاري، انا اتفق ان هو مش ابطأ رتم فيلم بكتير من اللي تجاري. هو كان المفروض يبقى كده. فحسيت ان احنا عندنا مشكله كبيره قوي في الريتم، وخصوصا الفيلم ساعه ونص. ساعه ونص انا حسيت بالملل في اوقات كتيره جدا. مش في اوقات كتيره، هو زي ما انت قلت التلت والربع ساعه دول نص ساعه. في ساعه تانية ملل، ما نعملش فيها حاجه. مفيش حاجه بتحصل، مفيش شخصيه اه بتتطور، مفيش حبكه بتطلع لقدام، مفيش سر بيتكشف، مفيش بلوت، مفيش اكشن. انت قلت اكشن، مفيش الفيلم مفيهوش ما هو اكشن. ده التريلر، بس طبعا الفيلم ما فيهوش اكشن خالص. يعني هو بيبيع بكده، بس الفيلم مفيهوش اكشن اه خالص. الفيلم هو فيلم جاسوسيه. وحتى ما المشكله فيهوش فيه العاب ذكاء، وانا خالص مستغرب خالص خالص حجم خالص. الكاست بتاعه. انا اعتبي على فاسبندر وكيت بلانشيت في الاختيار. يعني الفيلم ده اقل منكم بكتير. يعني هو ممكن اسم سودربيرج هي يحمسكم، بلانشيت بس سودربيرج في الاخر عملت في اخر أسوأ من كام ده سنة. يعني. اه يعني بلانشيت بقى لها ثلاث اربع افلام آه، لا مخيشه خالص. كيت بلانشيت بقى لها سنتين في حاجه غلط غريبه يعني. ومايكل فاسبندر مفيش جديد، هو نفس دوره في كيلر بس على لبس انضف. قلبها مكسور يا حبة عيني، قلبها مكسور على الاوسكار اللي راحت ظلمة دي. مش مطالب بالفيلم ده يبقى فيه تمثيل طبعا عشان ما يبقاش كداب يعني، هو مطالب يبقى بس مسلي. على الاقل يبقى في حضور، يعني في حضور كاريزماتيك كده هو موجود. يعني كيت بلانشيت وفاسبندر لو حاولوا ما يعملوش كاريزما مش هيعرفوا، فاهم؟ هما بس الناس بتتكلم خلاص، يعني انت مستمتع اصلا. لا الشخصيات اللي هم بيلعبوها مش مثيرة خالص للاهتمام، مفيش ما ده شخصية اصلا. تلت ساعه ده او 22 دقيقه بالظبط الفيلم كان مثير جدا للاهتمام. نمنا. حقيقة. وهل بقى مفيش احداث؟ لا ده في احداث بس مم. مش مثيره للاهتمام لدرجه ان في حاجه ال... بتحصل هتبوظ الدنيا. انا مش بتحرك شبر مم. لغايه ما وصلنا للفينالي. مش هقول لك انا كنت متوقع منه كتير، بس انا كنت متوقع حتى ان هو يبقى مسلي، كان مسلي في فترات لا لكن في انا اغلب كنت الفترات متوقع لا. منه كتير عشان الثلاث اسامي دول يخلوني اتوقع. تقييمك ليه انا كام؟ تقييمي ليه 4 من 10. مختلف تمام معاك. ايه ده؟ انا اديله 6 من 10. 6 ماشي. اه 6 من 10. دي كانت حلقتنا النهارده، طولنا عليكم. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه. لسه ما حددناش بقى هنبقى راينا في مسلسلات رمضان، بس حاسس ان خلاص راينا في مسلسلات رمضان ده انتهى، فمش هننزل بيها. هنبقى حلقه عن تلات، الا بقى لو انتوا عايزين اكتبوا لنا في الكومنتات، بس غالبا هنعمل تلات افلام تانيين. فنشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، وباي باي. باي.